إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. اليوم الجو عنا نازل المطر، الله يبعث الخير يا رب. وبهالجو الكبة المشوية غير شكل، وخاصة إذا كانت على أصولها. وهيك سفرة أكيد بدها جمعة مع الرفقات يلي بيكونوا مثل أخواتك بالغربة، والأهل الله يديم المحبة يا رب. كانت قعدة كتير حلوة وانبسطنا، إن شاء الله رح تنعاد بإذن الله. ومع الكبة طبعا الكبة المقلية والشاكرية أو الشوربة مثل ما بتحبوا. شوفولي على هالمناظر، بسم الله ما شاء الله، وصلولي على النبي وعطوني رأيكم بهالفيديو، وإن شاء الله يا رب يعجبكم. تابعوا معنا للآخر لنعرف كل الخطوات والتفاصيل. أخواتي حبايب قلبي، لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو لحتى يرتفع الفيديو ويصل لعدد أكبر، وشكرا كتير لإلكم. وخلينا قبل ما نبلش نصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون برغل ناعم، استخدمت 3 كيلو. رح أورجيكم هون أول الشي اللي بدها تعير بالكاسة. الكيلو طلع عندي 6 كاسات. استخدمت نوعين من البرغل، كيلو أسمر وكيلين فاتح، فيكن تحطوا النوع اللي بدكن إياه، رح تاخدوا النتيجة نفسها. رح أعمل لهم تخليطة هيك خفيفة مشان تخلطوا كلياتهم مع بعضهم. وبدي انقع البرغل لحتى تتفتح عندي الحبة. هلا لكل كاسة برغل رح احط كاستين من المي. المي من الحنفية لازم تكون مي عادية، ما بصير نحط المي السخنة. هلا ليش ما بدي احط مي سخنة؟ هلا في عالم كتير بتحط مي سخنة، بتنقع البرغل مي سخنة، بس انا ما بفضل هذا الشي. لأن وقت بتشوي الكبة أو تقليها وتجي تاكليها بتحسي في مطة وفيها قساوة. فأنا ما بنصح بالمي السخنة أبدا. وهلا رح اعمل لهم هيك تحريكة خفيفة، ما تخافوا ابدا انه من المي تشوفوا انه كتيرة، لا مو كتيرة ابدا. هلا حبة البرغل كلها رح تتشربها. رح اغطيهم بكيس نايلون واتركهم على جنب لحتى تفتح حبة البرغل عندي. وهيك البرغل هلا صار عندي جاهز، غب كل المي وتفتحت الحبة. رح اديرهم هلا على الماكينة. رح ادير معهم كيلو من اللحمة، لحمة العجل او لحمة الخروف ما بتفرق، المهم تكون هبرة. ورح اضيف معهم بصلة. رح ادير البرغل مرتين عندي هون لانه المصفاية خشنة، ومنشوف المرحلة اللي بعدها. وهيك هلا بعد ما درتهم على الماكينة وشين رح اضيف عليهون البهارات. بدي معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسود او الابيض، ومعلقة فليفلة حمرا رش. يعني هدول منضيفهم حسب الرغبة، فيك كتري الكمية وفيك تقللي. ورح ادعكن كتير منيح مع بعضن واتركن على جنب لساوي الحشوة. عندي هون الحشوة كيلو من الشحمة، ونص كيلو لحمة مفرومين على الماكينة، وجوز مفروم. رح اضيف عليهم معلقة من الملح ومعلقة فلفل، ورح اضيف عليهم دبس الرمان. دبس الرمان خليه يكون اصلي شغل بيت رح تاخدي الطعمة غير شكل. وبقلبهم كتير منيح مع بعض. وهون عم نعمل الشاكرية. أنا ما صورت كل المراحل، إن شاء الله فيديو جديد رح أعمل الشاكرية، رح أصور لكم إياها بكل تفاصيلها. هون حطيت كيلين من اللبن و3 معالق من النشا، ذوبتهم بشوية مي. ما كترت مي لأنه بدي أحط مرقة اللحمة. وهون هي المرحلة بس غلى معنا اللبن رح أضيف عليهم اللحمة المسلوقة، مقطعتها أنا هون، ورح أضيف عليهم شوي من المرقة. وطبعا ما بننسى رشة الملح. وهلا هيك رح ابلش بتشكيل القراص بهذا الشكل، ما في اسهل من هيك. طبعا رح ابل ايدي بشوية مي مشان ما يشقق القرص معنا. رح ساوي الكمية كلياتها وبدي ساوي مقلية. من نفس العجينة، بس الحشوة عندي لحمة مفرومة، بقليها مع بصلة وملح وفلفل. الكبة المقلية انا عاملتها بفيديو سابق.
وهيك صارت القراصة عنا جاهزة المشوية والمقلية. وهلأ هون الفحمات والمنقل صار جاهز عنا، رح نصفهم بهاي الطريقة بإدارة خالي أم محمد، الله يسلم إيديها يا رب ويجبر بخاطرها. غلبناها بشويون، الله هيك يا رب يطول بعمرها ويخلينا إياها، هي بركة القعدة كانت كلياتها. هلا هون بعد ما صفيناهم ما بنحركهم أبدا مشان ما يفرطوا معنا لحتى يتشوحوا من تحت، بعدين بنقلبهم. وهلأ هيك بعد ما استووا من تحت رح نقلبهم على الوش التاني لحتى يستووا ومنشيلهم. وهيك استوت معنا الكبة، شوفوا بسم الله ما شاء الله على هالمنظر، طالع غرام. وهيك كانت سفرتنا بهذا الشكل، الكبة المشوية والمقلية والشاكرية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو. شكرا كتير لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.